بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة داعش بالإخوان المسلمين. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله: هذا يسأل ما هي علاقة تنظيم داعش بفكر الإخوان؟ هم منهم، هم شريحة منهم. داعش خرجت من النصرة، جماعة النصرة، وجماعة النصرة هم الجماعة السابقة في أفغانستان، جماعة القاعدة، وجماعة القاعدة هم تنظيم عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وهؤلاء هم طريق سيد قطب، وسيد قطب متسلسل من دعوة حسن البنا. هذا هو الإسناد، وابحثوا عنه إذا أردتموه بالتفصيل في كتب القوم، واقرأوا الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، وهو أحد زعماء التنظيم، زميل لحسن البنا، كتب 4 مجلدات في هذا، تجدون هذه الأخبار مبثوثة فيه. هم من أكذب الناس. سأذكر لكم قصة واحدة موجودة في هذا الكتاب، ارجعوا إليه، أنا أحلتكم عليه، ولا تأخذوا من محمد بن هادي حتى ترجعوا إليه. يقول: كنا إذا وقع الإخوان المسلمين في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. يعني تبرعوا لفلسطين، وهو لمن؟ لهم، لجيوبهم. صح ولا لا؟ وأنتم رأيتموه قبل سنوات قريبة ليست بالبعيدة، تحفيظ القرآن والعلب هذه التي فيها تحفيظ القرآن، تبرعات مسكوها، أين تذهب؟ للإرهابيين. موجود، اللي ما نسي يفتح الآن أبو الأحسن يجده فيه بالصوت والصورة. فهؤلاء يخادعوننا باسم الدين. نحن في هذه البلاد وعموم المسلمين العاطفة الدينية جياشة في أهل الإسلام. إذا خطبت لدجاجة باسم الإسلام جئت بجمل، ما تبالي به. المرأة ذهبها كله تخلصه وتعطيك إياه تبرعا. الرجل الذي في جيبه يعطيه إذا رأى ما رأى مما نزل بالمسلمين. لكن الشأن ليس هنا، الشأن هل هو فعلا لهؤلاء؟ اسمعوا هذا، يقول: كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية، الميزانية 0، رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. وأنا معكم على نفسي، أقول لكم لا تحكموا حتى تقولوا الآتي: إن كان هذا الأمر صحيحا يا محمد بن هادي بعد احكموا، ارجعوا إليه في هذا الكتاب، فإذا وجدتموه قولوا غفر الله لذلك الوجه. هذا كلام موجود، هم كتبوه ودونوه. فلا تستغرب اليوم منهم أن يغشك باسم الدين. ونحن من خدعنا بالله انخدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد. هذا في صحيح البخاري، واحد مرتين، زيادة واحد مؤكد، يعني من جحر يعم، قد تلدغ في هذا الجحر وتجي مرة ثانية تتقي لكن تلدغ من الثاني، لا، من جحر واحد مرتين. هكذا في صحيح البخاري. من خدعنا بالله خدعنا له، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وعمر رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما أنا لئيم لكن هذا ما يخدعني. من خدعنا بالله انخدعنا له، لكن لا تستغفر له كل مرة، ما يمكن. هذا موجود في كتب القوم، وهم دونوه وأفصحوا به وتبجحوا به، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أن هذه الطائفة، طائفة داعش، هي فارقت جماعة النصرة، جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي لتنظيم القاعدة. وتعرفون ما حصل قبل 3 سنوات من مبايعة جبهة النصرة لتنظيم القاعدة وانشقاقها وخروج داعش عنها. وجبهة القاعدة هي الجبهة المعروفة لأسامة بن لادن وعبد الله عزام، وهؤلاء هم جماعة سيد قطب، تنظيم عام 65، الذين يرون الكفر على المسلمين. وأخبركم بما جرى مني أنا في هذا في عام 1412 في شهر 2 أو 3 منه،
لما حصل ما حصل على أفغانستان وتحارب المجاهدون كما يقولون فيما بينهم وقتل الشيخ جميل الرحمن، كان ثم أحد أبنائنا في سن 19 أو نحو ذلك، وكانوا قد أخذوا من هنا وذهبوا به إلى أفغانستان، فجاءني اسمه عبد الرزاق، فجاءني بعد أن كتب الله له السلامة رجع، وقلت يا عبد الرزاق أخبرنا بالذي رأيت. قال رأينا بلى. قلت ماذا رأيتم؟ قال نزلنا في مخيم الأنصار حق الجماعة هؤلاء عبد الله عزام وأسامة. قال فكانوا يوزعون علينا هذه الكتب، وجاءني بكتاب واحد منها، ما هو كتاب مطبوع على طريقة المطابع، لا يزال مذكرة، اسمه بيان تلبيس علماء إبليس. مما فيه أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام مرة، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب. 4 وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، الملك فهد رحمه الله. 5 واستمر الكلام يعني حشو إلى أن قال حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والله الذي لا إله غيره الآن أعطيكم إياه كأني أقرأ لكم الفاتحة أحفظه. فأخذت الكتاب مسكته، هذا لي، قال هو لك. قلت أنت تمشي معي إن شاء الله، احنا رايحين للشيخ عبد العزيز. قال أمشي معك. قلت أخبرني كيف يوزع هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، يمكن سمعتم عنه، في كفر الدولة السعودية من أيام التفجيرات الماضية. يقول هذا يوزع على أول داخل لهذا المخيم من الشباب، والدرجة الأولى يحرص عليه الشاب السعودي، هذا أولا. رقم 2 الشاب الخليجي، رقم 3 الشاب العربي، رقم 4 الشاب المسلم. يعني طبقات، إذا في مجموعة قليلة يبدون بالسعوديين، إذا وفت وزادت انتقلوا للخليجيين، إذا وفت وزادت انتقلوا للعرب، إذا زادت أعطوا أبناء المسلمين، ما في ولا يبدأون بنا برا بنا حتى يعلمونهم التكفير. أخذته، كتب الله جل وعلا، ومشينا إلى الشيخ رحمة الله عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز، وتحدثنا، وكان مجلس كبير أيامها، كان الكلام على نصرة المجاهدين، جماعة الدعوة القرآن والسنة، جماعة الشيخ جميل الرحمن وما نزل بهم رحمه الله. فجاء الكلام وحصل كلام كثير. قلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت اسمح لي؟ قال نعم تفضل. وكان على يمين الشيخ شيخنا الشيخ ربيع، وعلى يساره محدثكم، وأمامه تحت سفر الحوالي، والجمع كلهم في الأسفل. فقلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت سأقرأ عليك شيئا. قال تفضل. فقرأت عليه هذا الذي أسمعتكم، وقال لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مسك الكتاب فقال هذا لي. قلت لك. أخذه رحمه الله، والشيخ جيبه من الداخل، جيب الثوب، أدخله من هنا وفتحه حط فيه. قلت باقي يا شيخ؟ قم يا عبد الرزاق أخبر الشيخ ماذا يفعلون بالشباب إذا ذهبوا لأفغانستان في هذا المخيم، في مخيم الأنصار. فأخبره بالذي سمعتم منه. قال والله ما كنا نعلم هذا عنه، لا حول ولا قوة، والله ما كنا نعلم هذا عنه. قلت والآن؟ فهذا حالهم يا ناس. لكن الصراخ على قدر الألم، على قدر الطق. إذا كان الضرب قوي جاك الصياح قوي، إذا كان الضرب خفيف ما أحد يسمعه. فتكلموا فينا لأننا كشفنا ما عندهم،
وأكثر الكلام فينا، ولا يهمنا إن شاء الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يمنع الله واحد من أبنائنا ما يذهب مع هذه الأفكار؟ يمن الله ويعقل بولد واحد على أمه وأبيه؟ والله الذي لا إله غيره لهو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت عنه. وليقولوا ما يقولون، نحن ما نجمع الناس ولا نريد تجميع، نحن نريد سلامة الناس في دينهم ودنياهم، والهداية بيد الله جل وعلا.